مع عائلته فوق جبل الجلالة ينظر للمسافة التي سوف يقطعها. يحيى قنديل يبلغ من العمر 20 عاما، بطل من أصحاب متلازمة داون. ولأول مرة في مصر أحد أبطال هذه المتلازمة يسجل طيرانا شراعيا باراجلايدنج. هو طاقة إيجابية بناءة، عنده القدرة على إن يدي الدرس الحقيقي، وأنا بعتبره، هو بيعتبرني قدوة، لا ده أنا بقول إن هو القدوة. الرسالة البلد بتاعتنا إزاي بتدعم القدرات الخاصة وبتديلهم أولويات قبل أي حاجة تانية، والهدف بتاعنا طبعا إن الناس كلها تشوف الجلالة عندنا. اخترنا المكان ده علشان ده المستقبل في السياحة. يحيى بيعلمنا إن مفيش حاجة صعبة. يحيى كل حاجة كانت في أول ولادته بتقول إن ما تنفعش عملناها. ما ينفعش يتعلم لغتين، هي لغة واحدة عربي إنجليزي، اتعلم عربي وإنجليزي ودلوقتي بيتعلم فرنساوي. قالوا لنا إنه ما يقدرش يكمل دراسته. يحيى كمل دراسته ودخل الجامعة، وفي سنة تانية بيزنس في جامعة محترمة جدا. بيحلم. كنا فاكرينه ما يقدرش يحلم عشان ما عندوش ايماجينيشن. الحقيقه بالمواقف وبالظروف وبكل موقف بنخليه يتعدى عليه بيخزن المواقف دي ويبتدي يحلم ويكبر حلمه، واحنا لازم نحقق له حلمه ان شاء الله، يعني على قد ما نقدر. 3000 قدم هي المسافة من الجبل وصولا للأرض يقضيها بين 9 دقائق و15 دقيقة. قفز يعكس جمال منطقة جبل الجلالة المطلة على البحر الأحمر. فعلها يحيى وهبط في منطقة ستكون خلال السنين القادمة معلم مهم عالمي بأيدي مصرية على الأرض المصرية، جبل الجلالة. يحيى من أبطال ذوي الهمم من متلازمة داون سيندروم، قطع مسافة تقترب من 3000 قدم من الجبل وصولا إلى الأرض. حقيقة هو المشهد الأقوى الذي يعبر عن المعنى: أنا قادر، أنا أستطيع أن أنتصر على الحياة. تجربتك؟ أنا اتبسطت جدا، بشكر كل الموجودين، بصيت كل حواليا، منظر حلو والجو كان كويس وكل تمام. اتبسطت من جوه من قلبي. تقول إيه للناس تيجي تجرب؟ أنا عايز كل الناس يجربوا باراجلايدنج، جربوا، مش خوف، بشتوا، شوفوا كله حواليكوا وبس. يحيى إذن سجل هذا الطيران الذي يعكس جمال وأمان هذه المنطقة من مصر، إضافة لتأكيده على ألا شيء مستحيل طالما هنالك عمل وإرادة. أحمد نبيل، التلفزيون المصري.